الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي في فبراير 2024. بنقول اي نبات سواء متساقط زي دي شجرة تفاح متساقط، شجرة خوخ ديزرت ظهر متأخر شوية، نباتات متساقطة، او نبات مستديم بالخضرة زي كده. لازم قبل انتفاخ البراعم الزهرية، لازم حاجة أساسية قبل انتفاخ البراعم الزهرية نكون رشينا الآتي، لازم عشان نزود خصوبة النبات بسرعة، عشان عملية التزهير ويحصل ثبات للعاد. زنك، جميل. بورون، الزنك والبورون عناصر خصوبة. خلطة الفطري اللي اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا دي عبارة عن ميتالاكسيل، زوكسستروبين، سوفونات ميثايل، منكوزيب، أكروبات نحاس. 5 مواد فعالة، لأن أنا عندي في الزراعة المنزلية بيبقى عندي أكتر من نبات، وأكتر من نبات يعني أكتر من مرض فطري، أكتر من مرض فطري يعني أكتر من مادة فعالة، فلازم ترشهم كلهم. طب نركز على إيه تاني؟ نركز على الزيت النباتي، لازم أدي رشة زيت نباتي قبل التزهير مع مبيد حشري جهازي. وقلنا المبيدات الحشرية نبعد عن المبيدات السائلة اللي هي المبيدات الملامسة، المبيدات خطر على صحتك. استخدم مبيدات جهازية، المبيدات الجهازية أقوى، فعالية أقوى، ما تسببش ليك مشاكل صحية، ما تسببش ليك مشاكل في حاجة زي اللي ربنا عافينا زي الربو مثلا أو زي الحساسية. خلاص. وممكن كمان في حالة لو النبات حصل تزهير وعندي إصابات حشرية، المبيد الجهازي يعني ممكن احطه تحت النبات كمان، يعني اروي بيه النبات، احط التركيز بتاعه واحط بيه تحت الجذور، هيمتص عن طريق الجذور. جميل. طيب اي رش دايما بنقول لازم يبقى معاه خافض الايه، البي اتش. خافض البي اتش ده حاجه اساسيه لاي رش عشان يخفض قلويه الميه. يبقى الفتره دي لازم الرش يا جماعه من كل اللي ذكرناه: الفطري التركيبه اللي بنقول عليها، الحشري الجهازي، البورون ده حاجة أساسية عشان عنصر خصوبة، والزنك. بنرش ازاي؟ بنجيب الرشاشة اهو، خلاص، وبنضغط الرشاشة وادي على كل الفروع والتحضيرات الحديثة اللي طالعة بنغرقها، بنغسلها غسيل اهو. ده قبل التزهير، ها، ممنوع اي حاجة تتعمل خلال فترة التزهير ما عدا حاجة زي سفنات الميثايل وزي الازوكسستروبين، لان هما اللي بيحدوا معايا من مرض البياض، بيحدوا معايا من مرض البياض دي، وحاجه زي لفحه الايه، لفحه التزهير، تمام، او لفحه الازهار اهو. بغرق الايه، الطراحات بتاعتي. كل الانتفاخ اللي انت شايفه ده براعم زهريه هي اللي هتديني الزهره ثم هتديني الثمره، سواء في النبات المتساقط زي شجر التفاح اهي، خلاص، او في النبات المستديم اللي هي اشجار الموالح، الزيتون، الجوافه، وهكذا. تمام. يعني النظام ده في اي نبات عموما، مش شرط نبات متساقط او نبات مستديم، ده في كل النباتات لازم يدخل نبات فترة التزهير وهو نظيف وزي الفل اهو. خلاص. دي خلطة اللي معمولة في الرشاشة، كل العناصر اللي احنا ذكرناها، بحيث ان البرعم الزهري ده اهو اللي محضر ده اهو صغير يدخل مرحلة التزهير على نظافة، ما يدخلش يلاقي تلوث فطري والزهرة تسقط، ما يدخلش يلاقي تلوث فطري والزهرة تسقط، ما يدخلش ويبقى في عندي حشرات وتبقى في مشكلة. تمام. ممنوع اي حاجة تترش على النبات خاصة الحشرة اثناء فترة التزهير. اقصاها لو انا عندي اصابة، لو انا عندي اصابة حشرية هستخدم مادة الاميدا كلورايد عن طريق الجذور، مش هستخدمها عن طريق الرش. جميل. هستخدمها عن طريق الجذور. جميل. طيب لو حصل عندي إصابة فطرية، وإن شاء الله مش هيحصل طالما أنت دايما في الهجوم، مش هيحصل عندك مشاكل فطرية أو لفحة أزهار أو بياض دي إطلاقا. ليه؟ لأنك أنت في الهجوم، ما تبقاش أنت دايما في الدفاع، خليك دايما أنت مع الحشرات ومع الإصابات الجرثومية الفطرية، إصابات الجراثيم الفطرية، خليك دايما أنت في الدفاع. يعني أنت دايما اشتغل بمبدأ الوقاية خير من إيه؟ خير من العلاج، عشان تحافظ على النباتات الجميلة اللي عندك.